انت تعرف انه الحيوان الوحيد اللي ابدا ما بينسى حقه وما بينسى الشخص اللي اذاه، هذا الحيوان بيأخذ حقه مهما طال الزمن. مهما طال الزمن هذا الحيوان ما بينسى حقه وبينتقم من الشخص اللي أذاه. هذا الحيوان هو النمر. النمر أبدا ما بينسى حقه، ولو عدى مئات السنين، لو عدى سنوات كثيرة، هذا النمر ما بينسى حقه. حتى يعد هذا النمر من أكثر الحيوانات التي تنتقم وتثأر من اللي أذوها ولو عدى عليها سنوات. لأنه هنا العلماء سجلوا حالات النمور. هذه النمور تعرضوا لأذى من أفراد، هذه الأفراد حاول صيدهم والعبث معهم، ولكن هذه النمور تذكروا الأشخاص، هذه الأشخاص جيدا، واستهدفوهم لاحقا. نشوف بغتة، يعني فجأة هيك، فجأة. وفي النهاية راح وهذا الحيوان وقتلوا من تسبب في أذاهم. وهذا نفس الشيء للبشر. هناك كثير من البشر مثل هذه النمور ما بينسى أبدا الشخص اللي أذاه. في أشخاص ما بينسى أبدا الشخص اللي أذاه، ومهما طال الزمن ومهما عد الزمن هم بينتظروا الوقت المناسب لأخذ حقهم، ولو مرت سنوات عديدة، لو مرت سنوات طويلة. هذه الأشخاص مثل النمور ما بينسوا اللي أذاهم. مهما مرت سنوات هذه الأشخاص راح ياخذ حقه في أي وقت من الأوقات.